السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. واش راكم مع البرد والشتاء والنو تاع هاد الايامات؟ يا ربي تكون فيها الخير علينا يا رب. ومع الريح ولينا نهضروا على الريح تانية البنات. ان شاء الله يا ربي يجعلوا عام خير وبركات علينا يا ربي. واش راكم؟ واش وليداتكم؟ ان شاء الله يكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا ربي. راهم مع الفروض، رانا كامل معاهم. ان شاء الله ربي ينجحهم يا رب ويفرحنا بهم كامل اجمعين يا ربي. قبل ما نبداو لا فيديو البنات، اولا نقولوا بسم الله ونصلوا على سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى التسليم. ونحب اولا نبدا نرحب بالمشتركات الجدد اللي دخلوا القناة. نقول لكم شرفتوني ونورتوا القناة غالياتي، بلا ما ننسى مشتركاتي العزيزات الغاليات. نقول لكم كامل مرحبا بكم، شرفتوا ونورتوا القناة. كما كامل البيوت الجزائرية رانا مع تحضيرات شهر الفضيل، ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا يا ربي. اليوم حبيت نشارك معكم يا البنات لي زيبيس اللي نستعملهم، يعني اللي نستعملهم بكثرة ومعتمدتهم. كما تعرفوا البنات حنا يعني اون جينيرال في الشرق ما نطيبوش بلي زيبيس بزاف، يعني التوابل ما نستعملهمش بزاف في الطبخ. كو على بالكم يعني. مي كاين توابل نحتاجوهم بزاف سورتو في الاطباق العصريه ولا لي غراتان، كيما الشاورما، كيما الحريره، الشوربه. هادو يحتاجوا التوابل. شوفوا لي البنات، هذوك البلارات اللي كنت ديجا شاركتهم معاكم من قبل، والله غير ملاح بزاف البنات. انا يا اخي كنت ديجا شريت العام اللي عدى وشاركتهم معاكم وزدت كملت السنه. هادو يعني بريسك لي زيبيس اللي شريت راني شاركتهم معاكم، ومازال كي نزيد نشري بربي ان شاء الله نزيد نحط يعني نشاركهم معاكم. هادو البلارات يا اخي شريتهم منظمات، هادو شريتهم ب15,000. وهادو تاني المغارف البنات شريتهم من العلمة، هايلين. تاني ب15,000. كان زميل فيهم 6 ملاح تاني بزاف بزاف، وجاو يعني قد هاد البلارات هادو الصغار. شتو البنات هذاك الثوم المرحي هاني حطيته في البلارة هذيك. ودركا هذا درت راس الحانوت البنات، هي راس الحانوت. وهادي هادو التوابل البنات تاع الشاورما، ماشي تاع الشاورما، تاع الشوربه. هادو شيتهم يعني كاتب فيهم توابل خاصين بالشوربه. وصح جربت منهم والله غير جات هايله، تبنن روعه. سورتو الحريره، الشوربه، اي حاجه يعني فيها تكون سوب بنان بزاف بزاف. كما قلت لكم البنات، بديت بهادو التوابل، ومن بعد يعني مازالوا خاصني توابل بزاف بزاف، يعني لازمني نشري ونحطهم ونحتاجهم. هذه هذا البابريكا، يعني الفلفل الحمار الحلو. مازال ما شريتش الفلفل الحمار اللي يجي حار. ومازالوا لي يعني مازالوا لي حوايج بزاف. كيما هذه وشويه ركزت انا على الكزبر البنات والكرويه. نحب يعني نخدم بزاف. حنا نقولوا له لافاوي، عندنا احنا في قسنطينه نقولوا له لافاوي. كي نخلطوا الكزبر والكرويه يتسمى لافاوي. شيت منهم بزاف وشريت وعندكم البابريكا هذيك لازم. البنات هادو هما يعني بخاسك، هادو هما التوابل اللي شريت. مع الفلفل الكحل بيان سور. شوفوا البنات، انا الفلفل الكحل نشريه حب ونرحيه، يعني سواء نرحيه انا في الدار ولا نحطه في هذه، يعني نستعملها انا هذه بكثره بزاف عمليه. نظن يعني تعرفوها، يعني بخاسك بزاف اللي عندنا منها. فوالا هادي كي يعني تخدموا بها احسن من هذاك اللي يتباع مشري. والله يعني العبد يخاف، قادر يكون مغشوش، قادر. المهم هذا ريحه تكوني على بالك باللي الفلفل الكحل تاعك يمد لك هذيك الريحه والطعم تاعو، يعني كيما نقولوا حنا بيو ناتوريل، ماشي كيما هذاك اللي نشريوه ما نبناش اسكو مليح مش مليح مغشوش ولا. المهم البنات شوفوا هادو لي زيتيكات
اللي كنت ديجا شاركتهم معكم من قبل، يا اخي شفتوهم يعني اللي شافوا المشتريات ما على بالهم. شوفوا البنات كاتبين كلشي على بالكم ما نساو والو ابار الكرويه. هاي هذيك البلاره ما درت لهاش الكرويه، مي عندهم هادو فارغين. شوفوا البنات، تحبوا تكتبوا كتبوا على روحكم، يعني الحاجه اللي تخصكم تكتبوها. المهم البنات كما قلت لكم فيهم التوابل كامل ما شاء الله. شوفوا كيفاش انا هنا درت غير الكزبر والكرويه اللي هما لافاوي، حنا نقولوا لهم لافاوي في قسنطينه. نحب ندير بهم الحريره تجي تهب سورتو بالكرويه. وعندي البابريكا، وعندي راس الحانوت الثوم، وهذيك تاع الشاورما، والتوابل اللي خاصين بالشوربه. فوالا البنات شوفوا واش باهيين، يهبلوا منظمين ومرتبين روعه. ودرك ارواحوا رايحه نشارك معاكم افضل واروع عجينه مورقه على الاطلاق البنات. افضل عجينه وانجح عجينه ممكن تعتمدوها بلا ما تخافوا بلا والو. سورتو اللي اول مره رايحه يعني تخدم العجينه المورقه، اخدميها بعينيك مغمضين. واش تروحوا ديروا البنات؟ حطوا 500 غرام تاع فرينه، ديروا معاها مغرفه صغيره تاع ملح وربع مغارف زيت. فوالا خلطوهم كيما راني قاعده ندير انا هكا. شوفوا كيما قلت لكم 500 غرام ماشي كيلو. هذه وصفه رايحه نعطيها لكم تاع اللي تخرج لكم كيلو من لاباط فويتي. سورتو الناس اللي يحبوا يعني يسترزقوا ولا يديروا هكا مشروع، اعتمدوها والله على ضمانتي البنات، راهي انجح وصفه على الاطلاق. جربوها وادعوا لي. المهم البنات شوفوا هذه 500 غرام تاع الفرينه مع 250 غرام تاع الزبده حتعطيكم كيلو قد يعني كيلو، تخرج لكم كيلو تاع لاباط فيتي. واش نكمل لكم الساعه الوصفه؟ شوفوا البنات هنا واش اللي درت ربع مغارف من ورا ما حطيت الزيت وخلطت. درت ربع مغارف تاع الخل، ونبداو نلمو فيها بالماء عادي كيما راكم تشوفوا. انا درت لهنا بريسك كاس تاع ماء عادي من روبيني. بداو تلموا فيها البنات بلا ما تعجنوا كيما راني قاعده ندير، وحطوا بشويه ولموا. ما نحبوش يعني العجينه ما نحبوهاش تجينا طريه، فهمتوني البنات؟ خليو العجينه متماسكه باش ما تعييكمش وما تتعبكمش من بعد في الفيتاج تاعها. فوالا لموها بهذه الطريقه هذه كيما راني قاعده ندير انا هكا باك، يعني دخلوها في بعضها. ومن بعد البنات حطوها ترتاح، يعني نغطيوها ونخليوها ترتاح لمده 10 دقائق. يعني علاه قلت لكم راهي اسرع وصفه تاع بات فيتي، دقيقه وانتم وجدتوها بلا تعب بلا عياب، بلا ما تبقاو ديروا يعني لي طور وتسناو ويتو. فوالا البنات نغطيوها خليوها ترتاح تقريبا 10 دقائق. شوفوا البنات لهنا راني مامبا يعني ايدات لي بالكش نص كاس تاع ماء ولا كاس غير ربع ماكسيموم، يعني ما تكملوش الكاس كامل. فوالا البنات انا هذه هي زبده التوريق اللي استعملتها تاع صالحه. نقسمها على نص باسكو هي فيها 500 غرام، راح نحتاج غير 250 غرام من الزبده تاع التوريق. فوالا هكذا. ونروح يعني جوست ما تجوز يعني 5 دقائق 10 دقائق بيد ما نقولوا حنا تطلق روحها العجينه باش تتحل فاسيلمون. نحلها هكا عادي نطرحها. رايحه نديرها يعني ما تطرحوهاش بزاف رقيقه بزاف عادي البنات. فوالا شوفوا كيما راني قاعده ندير، حلوها على شكل يعني كاري بهذه الطريقه. تجيكم يعني عجينه صغيره مش كبيره بزاف، وتجيكم سهله في يعني في الخدمه بهذه الطريقه. شوفوا السمك اللي اعتمدته انا. ما تنساوش رشوا بالفرينه كيما درت انا مع الاول باش ما تلصق لكمش في البلان دو طرافاي. ودوكا راح نجيب لاراب تاعي ونربي الزبده هذه على كامل العجينه كيما راكم تشوفوا. يعني وصفه معروفه بزاف، ويعني وليسيه وهذه الطريقه
هما يعني على بالهم يخليو لي رايهم في التعليقات بلي ناجحة صح، يعني مليار بالمية ماشي 100%. المهم البنات، هذه هي الطريقة سهلة مهلة. شوفوا زبدة التوريق ما بما انه رانا في الشتاء ما تخليوهاش في الفريجيدير البنات، جبدوها بليله قبل باش تكون بحرارة يعني المطبخ، بدرجة حرارة المطبخ. فوالا البنات شوفوا رايحين نوليوها بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا، سهلة مهلة. سيو تقفلوها، يعني تقفلوا البودان تاعكم بيان. لهنا في هذه المرحلة رايحة نبدا نحلها بالحلال. جوست يعني ماشي نحلها دوك تشوفوا تبعوا الطريقة هكذا، يعني جوست نطلقوها شوية باش نتحصلوا على هذاك العرض اللي يناسبنا، يعني اللي نحتاجوه احنا. فوالا هكذا رايحه نزيد نقلبها باش تمشي لي الزبده اللي من داخل، زبده التورق تمشي لي على العجينه كامل، تخرج كامل متساويه. نزيد ندور يعني نحلها شويه بالطول برك باه نقدر من بعد يعني نطويها على بعضها. فوالا بهذه الطريقه شوفوا زي ما البنات سيو كامل تكون كيما بعضها. لكن نخرج لكم هذوك لي بولداغ تقدروا تنقبوهم برك هكذا. ودركا واش رايحين نديروا البنات، بقات لنا المرحله الاخيره، رايحين نطويوها على 4. هذا ما كان البنات، هذه هي العجينه المورقه تاعنا، اسهل منها ما كانش. شوفوا زي ما سيو تقيسوا وحلوها هكا على 4 3، وهذيك الطويه الرابعه. شفتوها البنات، هاي سهله ماهله. درك واش بقى رايحه نحلها، نعاود نحلها يعني نطرحها عادي على شكل مربع كيما درت في المره الاولى. شوفوا لي زيمه ديما الفتحه البنات، الجهه اللي مغلوقه على يدكم اليمنى الجهه اللي مفتوحه على يدكم اليسرى، ولا العكس، المهم ما تكونش من فوق ولا من تحت، فهمتوني؟ هذه هي البنات. حلوا العجينه تاعكم عادي هنا بلا ما خليتها ترتاح كيما شفتوني. خدمت مباشره. علاه؟ باسكو حنا رانا في الشتاء ما هيش راح تذوب معنا الزبده، ما تحتاج يعني باش يعني نحطوها في الفريجيدير تجمد ولا. كما قلت لكم ثاني، الزبده اللي كنعودنا في الصيف هاكم رايحين تجبدوها يعني من الفريجيدير وتخدموا بها. سينو كي عودنا في الشتاء يعني خليوها بدرجه حراره الغرفه. فوالا البنات شفتوا كيف حليتها كاري. درك واش راح ندير، رايحه نزيد نعاود نطويها على 3. شوفوا زي ما هذه الطويه الاولى نجيب خوتها فوقها من فوق هكذا، وخلاص نزيد نجيب الاخرى لهنا، وبهكذا تكون لاباط فيتي تاعنا واجده سهله دقيقه وانتم درتوها في رمشه عين وناجحه يعني 100%. ما تخافوش منها خلاص، بربي ان شاء الله تجربوها كامل وتدعوا لي وتخليوا لي تعليقاتكم. نقصها معكم باش تشوفوا التوريق تاعها كيفاش جا. رايحين تشوفوا يعني ما شاء الله. شوفوا زي ما شوفوا لي هذاك التوريق العزيز، الله الله. شوفوا زي يعني نقصت الضوء باش يبان لكم بنات. فوالا شوفوا الطبقات كيفاش راهي باينه واضحه ما شاء الله. ها هي البنات، جربوها ان شاء الله تنجحوا فيها وتعجبكم وتدعيوا لي. لهنا رايحه نوزنها معكم كيما قلت لكم. شفتوا 500 غرام يعني 500 غرام تاع فرينه، 250 غرام تاع زبده. شوفوا واش عطاتني، كيلو و33 غرام بالتحديد. هذه هي البنات، شوفوا لي زي ما جات، شوفوا لي التوريق تاعها ما شاء الله. نتوما هنا البنات تغلفوها وتحطوها في الكونجيلاتور وجبدوها في رمضان ان شاء الله تخدموا بها يعني بكل اريحيه، ورايحين تتحصلوا على يعني سوفلي ولا لي فولوفون ولا ناجحين وطالعين يهبلوا ويقرمشوا. الله الله. المهم ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله في رمضان.
رايحة نشارك معاكم البنات واحد المنظم ولا المهم كاش غادياتور. كنت كومونديتو من الفيسبوك البنات. يهبل، انا عجبني. يعني كنت نشوفه كي يديروا لا بوب هذيك وكل شيء. نقول ما نعرف مليح مش مليح، يعني قلت خلينا ريسكي ونكوموندي ونشوف طرا. فوالا البنات، انا عندي الغادياتور تاعي شغل واحد الزيه كان باش عليه البلاصه. جبت هذا البنات، يعني والله كيما كومونديتو الغدوه وصلوه لي. ما طولوش عليا خلاص. شريتو البنات شوفوا دوك نقول لكم حكايته. انا شريتو ب790 الف، هما حاطينه هكا به بالتوصيل نظن هكا. مي كي جابوه لي يعني الراجل اللي وصله لي قال لي مدام زيدي لي 100 الف. قلت له نورمالمون 790. نو، قال لي زيدي لي 100 الف. ما دابليش اسكو تاع توصيل ولا لو بري تاعو هكاك، والله ما نعرف. المهم هو البنات فيه هذا في 1 متر 20، يعني 1 متر و20 سنتيم. يعني جاني سوا مع الفرن تاعي مع الغادياتور تاعي، روعه. شوفوا كيفاش يتركب البنات، يعني حاجه سهله مهله غير بلي فيس كيما شفتوا. ويعني وتحطوا هذه الطبقه الفوقانيه تاعو فوالا هكذا، ويتحط جوست مع الفرن. والله يعطاني واحد المنظر البنات روعه. بدل لي يعني الشوفه، بدل لي النظره تاع البلاصه هذيك. شوفوا البنات كيفاش كان في الاول، شفتوه زي ما الغادياتور وكل شيء. كان الحيط سامبل. كي زدت حطيت له هذا يعني زاد فيه النص ما شاء الله. مش خساره فيه مع الاول، والله قلت خلينا ريسكي ونجيبوه ونشوف. فينالمون خرج لي روعه كيما راكم تشوفوا. هذه هي البنات. بربي ان شاء الله نزيد نكمل نجيب الغادياتور اللي في الكولوار تاني ندير له كيما هذا خوه. فوالا شوفوا زي ما هيجي جاي في لو بلون باهي. من الفوق مدين له هذه الافي بوا روعه. مسحته هنايا يعني قبل ما نحط عليه الحوايج وكل شيء. مسحته من غبره، يعني هو جا مونبالي وكل شيء، ما فيه لا غبره لا والو. مي انا حبيت نزيد باك نكمل نمسحه قبل ما نحط عليه الحوايج. هذه هي البنات. قولوا لي واش رايكم في التعليقات، اسكو مليح ماشي مليح، اسكو يعني سواردو يستاهل سواردو هكا ولا نو. المهم نحب نشارك معكم ونحب نتوما تشاركوني بآرائكم. هذه هي البنات، حبيت نزينه يعني كبداية فقط. كي نعاود نعدلو ونعاود نزينو مليح خاصته مرايه ولا ساعة البنات فوقو. هذه هي كما قلت لكم النظر، يعني هذا وين بديت نعمر فيها. بربي ان شاء الله اي حاجه نديرها رايحه نشاركها معكم. فوالا هذا هو التزيين تاعي الاخير كما راكم تشوفوا. المهم انا عجبني صراحه، عجبني راني فرحانه به. زيدوا قولوا لي خليوا لي رايكم نتوما. وهذه هي البنات، شاركتكم من كل فن شويه. ان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف على قلوبكم. وخليوا لي تعليقاتكم، خليوا لي رايكم. ما تنسونيش بدعائكم بالإيجام تاعكم فضلا وليس امرا. ونقول لكم نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. نخليكم على خير، مع السلامه.